يا صباح الفل عليكم. حطولي بقى يا جماعة خط كده تحت، مليون خط مش خط واحد بس، تحت كلمة صباح الفل عليكم. لاني افتكروا كويس قوي ان انا قلت يا صباح الفل، ما قلتش يا مساء الفل، عشان الجريمة اللي هنعملها دي ما ينفعش تبقى يا مساء الفل خالص، فهتبقى مساء الفل على معدتنا يعني. فخلينا يا صباح الفل، لان الاكلة دي او الجريمة دي ما تتعملش الا الصبح، فخلينا نعملها وناكلها الصبح. وقد اعذر من انذر، اديني قلت هنعمل مع بعض يا جماعة جريمة اسمها سخينة. سخينة، في ناس كتير الاسم ده هيبقى غريب عن ودانها، ما سمعتوش قبل كده، بس الاكله دي يعني هي قديمه، انا عارفاها من تيتا حبيبتي الله يرحمها. فانا هقول لكم عليها وهوصفها، يعني هوصفها لكم. عايزه اقول بتتخن جامد، يعني البنات بقى اللي عايزه تتخن، الاكله دي تاكلها بالليل وتنام هتصحى تلاقي نفسها بطه. بطايه. ف بس البنات بقى اللي هي مش عايزه تتخن بلاش يا جماعه، انا قلت لكم احنا بناكلها الصبح، فانا بالنسبه لي الصبح. فتعالوا بينا اقول لكم هنعمل ايه سوا. بصوا احنا عندنا هنا، انا استخدمت رغيفين من العيش المحمص. العيش المحمص ده بتشتروه من الفرنة، هو اسمه عيش محمص او عيش محمر. فالمهم ان هو بيكون ناشف كده ومنفوخ، وبيكون ناشف الشكل ده كده. فانا عملت رغيفين عيش لاني رغيف واحد مش حاسه ان هو كان هيشبعني، فعادي لو انتوا هتاكلوا مثلا رغيف واحد مفيش مشكله، فانا اكلت رغيفين. ما شاء الله عليا يعني. فهنا عندنا طاسه، هنجيب طاسة نحطها على البوتاجاز، واكسر العيش كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، العيش ده يجنن بقى، هو اصلا ما بتتعملش الا بالعيش ده، لازم العيش يكون اللي هو المحمص اللي هو بالشكل ده. بصوا اكسرها كده، كسر رغيفين العيش كسرتهم خالص اهو. تمام. قبل ما هنولع البوتاجاز بتكسري العيش الاول في الطاسة. تمام. وبعد كده هنحتاج بقى زبدة، زبدة بلدي يا جماعة. يا ريت يعني يا زبدة، شوفوا اي نوع انتوا بتستخدموه بس مش هينفع معاه زيت، بس المهم تحطي زبدة كويس، معلقتين زبدة مثلا بقى على حسب الكمية بتاعة العيش اللي تستخدميها. استخدمتي رغيف عيش واحد، رغيفين، على حسب الكمية. المهم اما تيجي تقلبيها على النار، انا كده شغلت النار اهو. العيش كله يبقى متحمص في الزبدة ويبان عليه الزبدة، عشان يطلع، عشان هي الاكله دي لازم يبقى ليها يعني فيها زبده كتير حلوه وتبقى دسمه، عشان خاطر تبان جمالها ويبان طعمتها كده وحلاوتها. فاعملوا زي ما انا بقول لكم بالظبط، تخافوش خالص يعني، مش هيحصل حاجه لو كلناها الصبح. انا بعشقها والله، بس فعلا انا باكلها الصبح عشان ما تخنش، لان فعلا بتخن جامد، بس حلوه قوي، حلوه قوي البنات اللي عايزه تتخن. فاحنا هنا انا فضلت اهو اقلب. بصوا العيش كله اتعمل فيه زبدة اهو. بصوا عامل ازاي، هنحمره مش هنحرقه. هنا بقى الخطوة دي اختياري، انا كنت عاملة مغات. تمام. المغات ده انا بعد ما سويته يعني خلاص هو يتشرب عادي، فانا حطيت منه كبشتين كده على العيش بعد ما حمرته وقلبتهم فيهم، وبعدين رحت نازلة عليهم بالعسل الاسود. والعسل الاسود ده طبعا على حسب الكمية بتاعة العيش هتحطي عسل. هتقلبي بالمنظر ده كده على البوتاجاز. بصوا المهم العسل يغطي العيش، وتحسي كده ان هو غطى العيش كله، ان العيش كله بقى عليه العسل الاسود ده. تمام. ونقلبها كده. اخر حاجة هنجيب مية بعد ما نتأكد ان العسل كله العيش كله اتغلف بالعسل، زي ما انتوا شايفين كده على النار اهو. احنا معلين النار يا جماعة، شموا الريحة هنا بقى خطيرة. بصوا اهو العسل غطى العيش كله، محتاجة تاني تزودي العسل، فالعسل على كمية العسل على حسب كمية العيش اللي هتعمليها. هنا بقى عندنا شوية مية، هتحط شوية مية صغيرين بس، يعني مش هتقول هي ما باظتش يا جماعة، كوباية مية صغيرة على رغيفين العيش دول. طبعا هتضاعفي الكمية على حسب كمية العيش اللي انت هتعمليها. زي ما انتوا شايفين كده هقلبها
وهنخلي النار عالية. بالظبط بالظبط 5 دقايق هتلاقيها اتشربت. احنا الخطوة اللي احنا بنحط المية دي عشان هنا العيش بيكون متحمص وناشف، فالمية بعد 5 دقايق بص بقى سمكها عامل ازاي. العيش ده طري خالص، وبقى متشبع كده بالعسل والمغات، بقى خطير. بصوا الجمال، يجنن يجنن. 5 دقايق بالظبط وبتطفي عليها، بتلاقي العيش طري خالص معاكي مع كوباية المية الصغيرة دي. هي دي الفايدة بتاعتها، ان هي بتطري العيش خالص وبتخليه بالمنظر اللذيذ ده، وتلاقيه سهل في الطعم، سهل في الاكل كمان. بس كده. بالنسبة لخطوة المغاد، هي خطوة اختيارية، ممكن تضيفيها او ممكن ما تضيفهاش، مش هتسبب اي مشكلة خالص. فهي دي السخينة، ممكن تعمليها بالعسل، العيش وعسل اسود والزبدة وشوية المية، وكده بقت سخينة. عايزة تحطي مغاد زي يعني كده، اتفضلي حطي براحتك. فاحنا الجريمة كده هتعلى. فانا بالنسبه لي حتى مغيت عامله جريمه كامله. فبالهنا والشفا، الاكله دي اسمها سخينه يا جماعه. وبالهنا والشفا عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي.